ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنعمل وصفه من وصفات اخر الشهر الاقتصاديه. هنعمل الكشري المصري زي ما انتم شايفين كده، الجمال والحلاوه. لو عايزين تعرفوا انا عملته ازاي تابعوني لاخر الفيديو عشان تتابعوا خطوه خطوه وتعرفوا انا عملت الطبق المميز ده ازاي. من احلى واطعم الوصفات اللي ممكن تعمليها. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه يا جماعه، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. اول حاجه عملت الرز. عملت رز بشعريه. في ناس بتعمل رز ابيض، اللي يريحكوا اعملوه، بس يعني انا بحسه احلى واطعم بالرز بشعريه اكتر. تمام زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده كان عندي عدس بجيب، نقعته في الميه بعد ما غسلته طبعا كويس جدا، نقعته في الميه ساعتين. وبعد كده حطيت كوبايه ميه سخنه وسلقته فيها، وحطيت معاه فص ثوم طبعا. وبعد ما شرب كوبايه الميه دي زودت له كوبايه ميه كمان زي ما انتم شايفين كده، وهكذا. يشرب الميه تضيفيله ميه، يشرب الميه تضيفيله ميه لحد اما يستوي خالص ويتهري منك. هي دي وتقعدي تقلبي مع التقليب المستمر. هي دي الطريقه بتاعت محلات الكشري بالظبط زي ما انتم شايفين كده. اول لما يبرد هيبقى زي بتاع محلات الكشري بالظبط. دي طريقه محلات الكشري يا جماعه. ضفت له فلفل اسود وملح طبعا عشان ما يبقاش دلع، بس طريقه العدس بجبه دي زي طريقه محلات الكشري بالظبط. جربوها مش هتندموا. بالظبط بالظبط زي محلات الكشري. تمام. بعد ما عملت الرز والعدس تمام اهو. هنا كنت بوريكم شكله عامل ازاي، وده بعد ما برد زي بتاع المحلات بالظبط. بعد ما عملت العدس طبعا قطعت 6 بصلات وقطعتهم جوليان كده زي ما انتم شايفين، وحطيت عليهم معلقه كبيره نشا، وحطيت عليهم معلقتين كبار دقيق، وابتديت اضيفهم في طاسه الزيت. الزيت ده بيكون سخن جدا، وبتكوني واقفه قدام الطاسه بتتابعيه عشان ما يبقاش ما يتحرقش منك وتقلبي. بعد كده عملت الصلصه بتاعه الكشري. الصلصه بتاعه الكشري بتتعمل بالثوم. تمام. بعد ما ضفنا الطماطم للثوم، بعد كده ضفنا ملح وفلفل اسود وكمون ومعلقه صلصه. وبعد ما اتسبكت وتقلت زي ما انتم شايفين كده، سلقت المكرونه. اي مكرونه عندك، اهم حاجه يكون حجمها صغير يعني، ولو عندك مكرونه الاسباجيتي تمام. بعد كده عشان اعمل الدقه حطيت 4-5 فصوص ثوم مبشورين، قلبتهم كده في معلقه زيت مع ليمونه معصوره مع معلقتين خل صغيرين مع كوبايه ميه مع معلقه ملح. بعد كده الشطه، معلقتين كبار صلصه وضفت لهم الشطه. في ناس كتير بتعملها بطرق مختلفه عن دي، بس يعني دي من اسهل الطرق بتاعه الشطه، يعني بتبقى حراقه جدا. زي ما انتم شايفين كده طبق الكشري المميز بتاعنا. جربوه بطريقتي وان شاء الله هيعجبكم وهتدمنوه يعني. مع السلامه.